احنا طلعنا اهو يا بنات. المخزن بقى عند احمد. شايفين بقى عنده تشكيله في المخزن. الاول هديكوا صوره كده للمخزن كله عشان انتوا تطمنوا ان كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه، وبعدين همشي كده ايه حاجه حاجه معاكم وهوريكم ايه اللي موجود. بصوا، اول حاجه دي البولات والحاجات الشوربه وطبقان السلطه والبولات، وممكن كمان فيها حاجات طبقان فناجيل، وكمان والله طبقان تنفع جاتوه، يعني مثلا زي الطبق ده كده. شايفين عامل ازاي؟ ده مع مج شوربه. بصوا طبق شوربه كام بقى الطبق كده على بعضه كده ب 20 جنيه. شايفين؟ طب والله بصوا الشكل اللي في الطبق اصلا. اظهروا معلش يا احمد. بصوا اي طبق ممكن يمشي معاه عادي. اظهروا كده يا احمد. شيل الفنجان، شوف الشكل اللي في الطبق. الطبق ليه شكل اهو يا بنات، ليه حرف كده. شايفين شكله شيك جدا. الطبق بفنجان الشوربه ده ب 20 جنيه. وممكن كمان يعني لو هي عايزه حاجه مدوره. وخلي بالكم ان الحاجات البيضه دي اشيك حاجه لو مدور، لو انت عايزه فنجان الشوربه على مدور. شايفين؟ على فكره الحاجات البيضه دي بتبقى اشيك حاجه. واسمعوا مني في الغرف، يعني بتنطق الاكل كده وبتخلي شكله ممتاز. علشان كده الفنادق والمطاعم تلاقوا دايما الطبقان عندهم بيضه، عشان خاطر هي بتبقى شيك جدا في الغرف. بصوا البولات اللي البنات كانت بتسالني عليها اهي، وفي منها كمان بودنين اهي، وحاجات تانية اشكال تانية اهي. بصوا اشكال. بكام البوله يا احمد تاني؟ نقول لهم تاني. البوله ب 10. البوله ب 10. بنات كانت بتسالني عليهم كتير. طيب بصوا بقى، اطباق مربعه تنفع طبعا السفره، غرف، سلطه، بولات. بصوا اطباق الغرف. شايفين شكلها شيك حلو جدا. بكام الطبق من ده يا احمد؟ 15. ب 15 جنيه. يعني انا بقول لك هتجددي سفرتك باسعار حلوه. وكمان انت ممكن تيجي تجيبي من دي اطباق، بدل ما تجري الطقم الصيني بتاعك ويتكسر منك، لا هاتي الابيض الساده ده بيبقى حلو جدا، وفي منه منقوش وانا هوريكي دلوقتي. شايفين ده براد بورسلين بيتحط على النار ده يا احمد. بيتحط على النار. شايفين الاطباق بقى بكل اشكالها. شايفين دي طواجن ليها غطيان زي حله كده بتدخل الفرن. بصوا طبقان الشرب رائعه. ده الطبق الغويط ده ينفع شوربه وسلطه وفاكهه كمان. شايفين بقى الاطباق بقى بتاعت السفره. الطبق الرئيسي. بصوا ده كل ده طبق رئيسي. لا بصراحه بصوا الجاتوهات، اطباق للجاتوه المدور ده، وده المضلع ده، وكمان منه ساده اهو، ومنه كمان تاني اهو مضلع. دي كل دي جاتوهات اهو. لما بكام طبق الجاتوه يا احمد؟ طبق الجاتوه ب 12 ونص فرز اول. ب 12 ونص فرز اول. زي ما بقول لك هتاخدي 12 طبق. اما يجي لك ضيوف هيبقوا عندك مش هيكملوا 150 جنيه. هتبقي انت عندك 12 طبق للجاتوه، هتطلعيهم شكل واحد، شكلهم حلو جدا. حاجات مدوره زي كده ممكن ب 10 جنيه برضه. بص ده بيقول لكم ب 10 جنيه. والمربع ده منه ارخص من البلاستيك. والله فعلا عندك حق، الحاجات دي غاليه، بس هنا والله حاجات كويسه جدا. وبصوا بقى زي ما بقول لكم الحاجات البيضه بتنطق جدا، شيك شيك شيك. بصوا ده انتوا لسه ما شفتوش حاجه. بصوا البولات الطواجن بالغطيان. بصوا البوله دي طبق سلطه. بصوا طبق الشوربه اهو احنا بنجيبه لكم. بصوا ما فيهوش يا جماعه غلطه اهو. انا مش شايفه اهو، مفيش حاجه، زي الفل زي الفل بجد. طبق زي الفل. بكام يا احمد؟ ده ب 30. 30 جنيه. 30 جنيه وطبق على فكره كبير يعني. احنا الاسعار دي بنبيع بيها عشان احنا بناخد شغل من المصنع. بص هو بيقول لكم علشان هو بياخد دايركت من المصنع فبيبيع بالاسعار دي. يعني لنا حصه كل 15 يوم، فاحنا بنحرق سعر. شايفين؟ ما بناخدش من تاني يد، احنا بنبيع اقل من المحلات بالجمله. بصوا الطواجن دي، الطواجن البيضاوي الصغيره دي يا احمد دي. ايوه بصوا جميله جميله بجد، جميله. في مقاسات تانيه بس مش موجوده النهارده.
بصوا بكام الطاجن الصغير ده يا ده احمد؟ ب 40، في منه مقاس الاكبر ب 50 خلي بالكم ان كل الحاجات دي بورسلين وبتدخل بورسلين بتخش الفرن. وعليها ضمان، يعني لو حاجه اتكسرت بتاعتنا. شايفين بجد حلو جدا. شايفين الطبق ده؟ في ده حاجة ينفع زي كده؟ بقى غرف طبق مكرونه وفاكهه وسلطه. كل حاجه. هو جاي بميله كده، هو شكله نظام حلو جدا، شكله شيك قوي قوي. بصوا بقى السرفيزات في سيرفيس زي كده بمقاساتها. بتبقى طبعا احنا بتبقى اشكال، يعني في اشكال كتيره، بس انا النهارده عشان العمال معايا سافرت اسكندريه تجيب بضاعه، فاحنا مفضلين المخزن عشان في شغل نازل بكره ان شاء الله. بصوا السرفيز بشكله، ممكن تاخدي الكبير والصغير بتاعه اهو موجود في ايد احمد اهو. ده يا بنات بقى هتعملي منه سرفيزات للسفره. انت عارفين ان احنا في رمضان عايزين سرفيزات كبيره نغرف عليها الاكل بتاعنا ويبقى ظاهر وباين، وبالذات في العزايم. بكام يا احمد السرفيز؟ ب 15 والكبير ب 35. الصغير ب 15 والكبير ب 35. يا بلاش كبير يعني وكبير على فكره، يعني كبير كبير. وفي اشكال استنوا بس كتير. انا هقرب لكم. مربع وفي مدور. شايفين كل دي سرفيزات؟ يعني في حاجات زي كده مربعه. شايفين ده؟ ده حاجات كلها كتير. في بولات زي كده للسلطه. الواحده ب 20 جنيه. البوله ب 20 جنيه. في صواني بصوا صينيه البيتزا سليك البيتزا زي كده شيل جدا. وفي منها بصوا مطبوع ومكتوب عليها بيتزا. وفي حلل يعني لو عايزه توفر طعم صيني كمان. بصوا بقى الطبقان اللي نازله جديد 2019 اهي. طبق رئيسي. هاتي بقى كل الالوان يا احمد كده فرجها لهم. ادي بصوا اللون الازرق، لون رخامي. بصوا اللون الكافيه على جري. لا بصراحه بصوا بولة الشوربه دي يا بنات رائعه، وفي كميات، كل ده منه كميات. شايفين في منه الاطباق؟ الغرف، في منه الرز، وفي منه الجاتوه، وفي منه المسطوع، في منه المقاسات كلها، في منه حتى المجات والفناجيل. بيقول لكم في كل حاجه، يعني انت ممكن تكوني الطقم كامل من هنا، من اول الطبق الرئيسي لغرف لجاتوه لسلطه لبوله لكمان فناجيل وبراد. بصوا بقى الاطباق اللي احنا بنقول نازله موضه وكلها بورسلين وبتدخل الفرن. بصوا الوانها واشكالها. شايفين بقى اللون ده واللون ده. بصوا الطواجن دي، لا بصراحه الحاجات حلوه جدا. بصوا الطاجن ساده. بصوا ماشي. الدهون لا بيع دي ماشي. بصوا ده جاتوه من اللي احنا بنقول عليه. شايفه شياكته؟ بكام يا احمد طبق الجاتوه ده؟ طبعا الجاتوه ب 15 جنيه. بصوا ب 15 جنيه. بقول لك هتعملي، واحمد صدقوني قال لي اللي هيجي هعمل يعني معاه الصح، يعني هيعمل معاكم كده ايه ديسكاون كويس، عشان اللي بياخد حته طبعا يا جماعه مش زي اللي بياخد اكتر من حته. يعني هو لو لقى اللي هياخد هتاخد يعني 10 مش زي اللي هتاخد. شايفين الطبق الاسود ده؟ شايفين؟ بس معلش بقى مطرب عشان هو في المخزن. لا حاجات ما شاء الله. بصوا الاطباق دي اطباق رئيسيه اللي هي الحمراء دي. منها كذا لون كمان. بصوا كذا لون. الله على جمالهم بجد. سعره مش غالي. شايفين بكام بقى يا احمد؟ 35 جنيه الطبق، فرز اول. بصوا بقى الطبق الرئيسي ده، شايفين اللون بتاعه حلو جدا. بصوا منه المطار، منه الكافيه، ومنه النبيتي. انا شايفه ان دي الوان تحفه وطبقان شيك قوي رائعه بصراحه. الطبق بكام يا احمد؟ ده ب 35. في طبق ركيزه كده ب 10 جنيه. الطبق ب 35 يا بنات من الطبق الرئيسي ده. يعني ده سرفيز، يعني انت مش بس ممكن تحطيه على السفره لفرد طبق رئيسي، لا ده انت ممكن تحطي عليه الاكل سرفيز ب 35 جنيه، يعني رخيص جدا. بصوا بقول لكم في حاجات جاتوه كده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. شايفين اهي اشكالها. تشكيله كامله. كل المجموعه دي كده بقول لكم ب 10 جنيه. الجاتوهات منها والبولات. في بولات زي كده. بصوا بقى بولات الشوربه. بقى زي كده للرز فرز اول. 25 جنيه الطبق من ده. في حاجات ب 20 مدوره. احنا بقى في بولات شوربه زي كده. شايفين بولة الشوربه دي بكام يا احمد؟ دي ب 17 ونص.
حلوه جدا يا بنات. دي الحاجات دي كلها لسه بورسلين، جديده كمان يعني. بورسلين طالعه جديده 2019. بصوا بقى دي المجات بتاعت الشوربه والبرادات. لو انت عايزه برادك اتكسر بتاع اجيب لك طبق كمان يمشي معاه. بصوا دي مجات شوربه. هتوفقي الستة المج بتبيعوا بكام يا احمد؟ المج بتاع ب 25، انا ببيعه ب 20 وب 18. في معاه طبق زي كده لو انت عايزه طبق زي كده. بصوا المج بالطبق. النهارده اقول لك قال الاربع مجات شوربه بالاربع طباق على الستاند عاملين 270 جنيه. فعلا. فلما تاخد الاربعه ده بالاربع اطباق يعني ب 120 جنيه، يقعد ب 30 جنيه بالطبق بتاعه، ده مش سعر. المج بالطبق ب 30 جنيه، هتعملي 6 ب 120 جنيه. أربعة. هو الطبق المج الشوربة لو 4. عايزه تعمل 6 شوفوا اللي على الستاند بكام. 4 على الستاند غاليين فعلا. بصوا كل دي مجات بقى بألوان بأشكال، برادات، ملاحات، كل اللي انت عايزاه. بصوا نفس الأطقم. ده فنجان القهوه في الفناجين نازله منها تبقى اللي احنا بنقول عليها. يعني انت ممكن تكوني طقم كامل. في الشكل التاني منه اللي هتيجي لحمه تحت على الفرش اللي هو عامله من تحت في الجنينه اللي هو في جنينه جنب جامع البنات. هتقول له مثلا ان انا عايزه اعمل طقم، هيطلعها المخزن هنا، هتنقي اللي هي عايزاه. وعشان خاطر السلم هنعمل معاها واجب كمان. شايفين هو بيقول لكم هينزل لكم في السعر. شايفين مجات حلوه قوي وحاجات جميله وبتتباع غاليه بره. بكام المج اللي في ايدك ده يا احمد؟ ده ب 20. ب 20 جنيه. حلو جدا اهو يا بنات. وده كان المكان اللي انا بصراحه وقعت عليه كده، حلو جدا لان فيه كل حاجه. عايزه طاجن، عايزه طبق رئيسي، عايزه طبق للبيتزا، عايزه طبق للشوربه، عايزه طواجن تدخلي الفرن ملونه وكمان بيضه، عايزه البولات الصغيره اللي احنا عايزين نعمل فيها ام علي وكمان القرع والرز بلبن وندخلها الفرن وتبقى شيك جدا في التقديم. موجوده عند احمد والبوله ب 10 جنيه. حلوه جدا. شايفين الاطباق اللي نازله جديد 2019 اللي هي بورسلين وعامله زي الجرانيت مدينها كده. بصوا تحسوا ان هي فيها نقشه الجرانيت كده اهي. الطواجن دي تحفه. الطاجن ب 50 جنيه قال لي هو. يعني بصوا انا عايزه امسك لكم طاجن. شايفين الطاجن ما شاء الله، يعني شكله حلو جدا. طاجن هتحطيه على سفرتك وانت مبسوطه. تخيلي بقى ده تعملي فيه الرز المعمر كده في رمضان والمكرونه، او كمان طبق طاجن تورلي كده ولا حاجه هينطقوا. انتوا عارفين الحاجات الفاتحه دي بتنطق الخضار وبتخليه شكله حلو جدا. وبيقول لكم في منه المقاسات: الغرف والمسطوح والرز والجاتوه وبولات الشوربه، فناجين القهوه، المجات، البراد، الحله. لو عايزه تكون طقم صيني من ده ممكن تكون طقم. يقول لك لو عايزه تكوني طقم صيني من ده هتكوني. قال لي طقم صيني النهارده بيعمل 3000 جنيه. لما ايوه فعلا دي حقيقه. طقم صيني يعمل 1000 جنيه ولا 1200 جنيه فهي الكسبانه. يعني ممكن العروسه تيجي تكون طقم من هنا. تكون من عندنا اطقم بحيث انها مش مقتدره انها تجيب طقم ب 3 4000 جنيه، فممكن تيجي تاخد الاساسيات وتاخد كله شكل بعض. وخلي بالكم الحاجات دي برضه بورسلين يعني وتدخل الفرن وماركتها كويسه جدا وحلوه جدا. انا مش شايفه فيها اي حاجه خلينا ما نشتريهاش. حلوه جدا. بصوا انا عجباني جدا الاطباق المسطحه دي. بصوا بقى يا بنات، يعني انتوا ممكن شايفين الحاجات شكلها حلو لما اترصت ازاي. يعني الاطباق اهي الرئيسيه وكمان سرفيزات. ده طبق كبير ممكن ينفع رئيسي على السفره وكمان يبقى سرفيز. بكام الطبق يا احمد؟ ب 35 جنيه اللي هو المطار والاحمر. الاطباق اللي من تحت 15. بصوا في منها تشكيله. بصوا فنجان الشوربه بالطبق بتاعه 30 جنيه. بصوا حلو ازاي، مفيهوش غلطه. ممكن تكوني اهو طقم كامل. بصوا طقم رئيسي، طبق رئيسي وكمان طبق غرف وبوله وفنجان وطبق فنجان، وفي منه البراد وفي منه اشكال تانية. يعني بصوا ده شكل تاني طبق وفنجان. كمان اهو الطواجن باشكالها
زيتي وكافيه باحمر، تبقى الغرف البيضه. يعني انا شايفه ان الحاجه هنا سعرها مناسب، وانتوا هتنبسطوا صدقوني. هتجددي كده مطبخك وسفرتك في رمضان زي ما بقولك بمبلغ بسيط. هتلاقي نفسك جبتي حاجات كتير جدا، وحاجات كلها حلوه، طواجن وطبقان وكل حاجه، ومش هتعدي مبلغ كبير. كل الحاجات اغلى حاجه احمد بيبيعها وقال لي على سعرها 50 جنيه، يعني دي كانت اغلى حاجه هو قال لي على سعرها. فطبعا هتجيب الطاجن والطبق والمج وطبق الجاتو وكل حاجه والسرفيز وكل حاجه، مش هيعلى اي سعر حاجه عنهم عن 50 جنيه، الا لو في طاجن كبير قوي. يعني لو طاجن كبير قوي ولا كده بيبيعوا هو من 70 و80. يا ريت بقى تروحوا لاحمد. هو مكانه جنب جامع البنات، مكان سوق غزه القديم. اللي هيوصل هناك عند رجب العطار هو هيورينا الكارت، واللي هيوصل عند رجب العطار هيتصل بيه، او خطوه واحده بس كده وهو رايح على باب الشعريه. هتسيب رجب العطار او كوبري الازهر يبقى في ظهرك، وكانك رايح على باب الشعريه هتلاقي احمد خطوه جنبك. مكان سوق غزه القديم. مكان سوق غزه القديم. وده الكارت اهو يا بنات بارقام التليفونات، عشان ورقم احمد بس اللي شغال اهو. احمد الرقم اهو، عشان انتوا لما بحطوا صندوق الوصفه ما بتبقوش عارفين توصلوا له. بس اهو صدقوني عنده تشكيله حاجات حلوه جدا، يا ريت تزوروه يا بنات. وهو كمان قال ان هو ان شاء الله اللي هيجيله هيعمل معاه ديسكاونت كويس وهيخفض. وزي ما قلت لكم اللي بتاخد حته مش زي اللي بتاخد اكتر من حته. فطبعا يعني انا خدت منه حاجات، وهو بصراحه عمل لي ديسكاونت من قبل ما اصور والله ولا اي حاجه. هو ما كانش يعرف اصلا ان انا ممكن اصور، وخدت منه حاجات وعمل لي ديسكاونت عشان خدت اكتر من حاجه. وهتشوفوها عندي على القناه وهوريها لكم وهشكر لكم، وهتشوفوها لازم هتشوفوني وانا بعمل فيها. وانا فعلا يعني عملت حاجات وصورت فيها بالفعل، وهتشوفوها على القناه وهتشوفوا قد ايه حاجات حلوه جدا وشكلها نظيف وشيك وما فيهاش اي حاجه ان تخلينا ما نشتريهاش. روحوا بقى يا بنات، البنات اللي بتجهز والستات اللي عايزه تجدد تيجي عند احمد هنا في عند حمام التلات مكان سوق غزه القديم. ويا بنات احمد اللي واقف على الفرشه دي اللي هي بتاعته اللي هو بيبيع فيها، عشان تبقوا عارفينه ولما تيجوا تبقوا عارفين هو مين عشان ما تتلخبطوش. بصوا بقى هو في ايده طاجن تحفه جدا، شايفين بقى العمق بتاعه قد ايه؟ يعني ما شاء الله ياخد عيله ما فيهوش اي حاجه. شايفين عامل ازاي؟ طبعا البورسلين وبيدخل الفرن لونه احمر وجميل. ده بكام ده يا احمد بقى؟ ده 80 جنيه جمله. ب 80 جنيه. طب واللي هتاخد منك حتتين يا احمد وثلاثه؟ تصدقوا تامن بالله؟ لا 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 ب 150 احنا بنبيعه ب 80 بناخد فيه 5 جنيه بس. شايفين بقى هو ايه الحاجه اللي مش هينفع فيها قوي، بس هو برضه انا عارفه احمد. انا بديك اسعار من الاخر، لازم اقول سعر من الاخر بحيث ان انا ما اطفش الزبون. شايفين؟ وهي بقى الاطباق برضه شفناها، كل الحاجات دي شفنا حاجات بصراحه كلها حلوه انا شايفه. اهي خلاص يا احمد هم ان شاء الله هيجوا لك. انت فين يا احمد؟ انا قدام حمام التلات في جنينه مكان سوق غزه خلف جامع البنات، قدام جامع البنات بالظبط على طول، عشان الزبون بيجي بيتلخبط ان في فرش تاني بره مش تبعنا ده وحده. فاحنا بنبيع الشغل ده خاص بينا، ان احنا بناخد شغل من المصنع. هم جنب في الجنينه اللي جنب جامع البنات بالظبط، واقف في الجنينه اللي كانت مكان سوق غزه. ماشي يا احمد ان شاء الله. عملنا عليها عروضات عشان خاطر شهر رمضان. عاملين على البولات والمجات. المج ب 20